سوف نبدأ رحلة هذه القناة. سوف نغطي كأس العرب وكأس إفريقيا وبعدها إن شاء الله كأس العالم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سوف نتحدث اليوم عن مباراة الجزائر غدا ضد زيمبابوي على الساعة 5:30 بتوقيت الجزائر. سوف تجرى المباراة بالسعودية، بالضبط في جدة. سوف نتحدث اليوم عن التشكيلة المتوقعة، ونتحدث أيضا عن القائمة التي استدعاها الكوتش فلاديمير بيتكوفيتش. انضمت القائمة الحارس بنبوط وقندوز وزيدان. في الدفاع بلغالي أيت نوري درفلو وحجام بالعيد وبقرار وبن سبعيني وشرقي لاعب FC باريس وماندي وتوغاي. في خط الوسط بالناصر تيتراوي زروقي أيضا تم استدعائه. ونتحدث عن زروقي، ليس العيب في زروقي مع ناديه يقدم مستوى جيد، لكن توظيف المدرب هو الحل. أيضا استدعى زرقان. وأما في الهجوم محمد الأمين عمورة، عوار، بوداوي، شايبي. واستدعى أيضا قبال الذي يجب إعطائه فرصة، محرز ومازا وحاج موسى وبقرار وبغداد. أما عن التشكيلة المتوقعة، ومن الأفضل أن يجرب أقصى حد من اللاعبين. في حراسة المرمى يعطي فرصة أخرى للوكا زيدان. في خط الدفاع عندنا بالغالي ويلعب درفلو أيضا وحجام، ويعطي فرصة أخرى. ودون أن ننسى اللاعب شرقي لاعب FC باريس. أما في الوسط عودة الدينامو بالناصر، ويشرك معه تيتراوي، بوداوي أو قبال. من الأفضل أن يبدأ بقبال ليجربه أيضا. في الهجوم يشرك بقرار وحج موسى ومحمد أمين عمورة. هذه هي وجهة نظري، أن يشرك حاج موسى وبقرار ومحمد الأمين عمورة. نشاهد ثلاثي هجوم ما عندي أول مرة، ونضيف إليها قبل وبوداوي في خط الوسط. تشكيلة شابة تماما ويمكننا أن نعتمد عليها إن شاء الله في كأس العالم. إن قدموا مستوى جيد بالطبع فلا تنسوا دعمنا. أننا نجتهد في هذه القناة ونتمنى أن نرفعها إلى أقصى حد. السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة. مرحبا بكم.